انا مش ضد ان اكون بياع، انا ضد ان ابقى نصاب، افاق، كذاب، اناني، بيوعد العميل بحاجه هو نفسه مش مصدقها. انت مش رافض تبيع، انت رافض تبقى شبه الصورة اللي في دماغك عن البياع. البيع مش غلط، الغلط انك تبيع حاجة مش مؤمن بيها او تضحك على حد وتنصب عليه، هنا اللي غلط. طب لو الثقة مهمة كده، نعرفها ازاي؟ نعرف ازاي نبنيها، وازاي نعرف ان العميل واثق فينا، ولا هو واثق فينا، ولا في المنتج، ولا في المكان اللي احنا شغالين فيه؟ الثقة دي حاجة عاطفية ملهاش أي مقياس. دي بتطلع من العقل اللاواعي لما الشخص يتعامل معاك فبيثق فيك فعلا. فاحنا عاوزين نبدو ثقة وإن احنا فعلا نكون ثقة. الماتريكس الموجود ده مستوحى من دكتور إيهاب مسلم. هي الحالات اللي موجودة في كل حالات البيع، الثقة بتتبنى من خلال حاجتين: البياع والشركة. إما إن الناس تكون واثقة في البياع أو الشركة، بتبقى في اللي هي في المربع ده، وده الحلم. ولو هو العميل جاي واثق في البياع واثق في الشركه، والشركه هنا سواء المؤسسه اللي انت شغال فيها او المنتج اللي انت بتبيعه، سواء مثلا زي منتج بيودرما، دي شركه ثقه، فهتلاقي البيعه سهله. وده الحلم، وده اللي يا ريت كل الناس تبقى موجوده في المربع ده. لكن في حاله تانية بيبقى الشركه كويسه بس البياع مش ثقه بالنسبه للعميل. انا بتكلم على الثقه هنا امتى بالنسبه للعميل. فهو العميل جاي المكان واثق في المكان اللي هو داخل فيه، لكن مش واثق في البياع، لان او لسه ما يعرفش البياع، لسه اول مره يعرف البياع. فلما يخش يتعامل مع البياع يلاقي البياع مهزوز، ما هوش عارف يشرح له المنتج او عارف يتواصل معاه بتواصل فعال. نبره صوته مش كويسه. يعني هي نبره الصوت الكويسه في البيع بتبقى الميد نايت تون، اللي هي نبره الصوت هاديه كانك بتكلم واحد صاحبك. فهو بيخش بيلاقي نبره صوتك مهزوزه، انت خايف، ما انتش عارف تتكلم معاه او تتواصل معاه. فهنا هو بيفقد الثقه فيك كبياع. وده هيؤدي لان هو يخاف انك ممكن تلبسه، لانك هتدي، لان انت ما انتش خبره، فما انتش عارف انت هتدي له منتج ايه. فهنا هتبقى هنا مشكله. او ان هو او انت اصلا هو واثق في الداخل، هو واثق فيك اصلا وما يعرفش الشركه. بس انت وانت بتتكلم معاه تقول له خلي بالك الشركه اللي انا شغال فيها ديت ياكلوا مال النبي. بس طالما انت بتتعامل معايا ما تقلقش، انا هجيب لك كل حاجه. ففي الحاله ديت انت بتحط العميل في المربع ده. فهو لما اتحط في المربع ده مش هيكمل التعامل مع الشركه. ليه؟ لانه وارد ان يحصل معاه اي مشكله، فيجي مثلا عشان يرجع المنتج او يحل المشكله اللي حصلت معاه، فهم الشركه دي ياكلوا مال النبي، فمش هيحلوا المشكله. فبرضه هو هيطلع منك، هيسيب، مش هيتعامل معاك اصلا. كده انت فقدت العميل. المربع ده بقى ان هو لا واثق في الشركه ولا واثق في البياع، فهنا ده اصلا مش هيتعامل معاك خالص. طب العميل اللي لسه اول مره يجي لك حالتين: اما ان هو جه على اسم الشركه فاستمراره معاك وتعامله معاك هيعتمد عليك وعلى ثقتك وتعامله معاك كبياع، او ان هو جاي معدي بالصدفه فلقى المكان فيخش يتعامل معاك، فانت برضه واستمراره معاك هيعتمد على طريقه تعاملك معاه. انت بقى دوشتني عمال تقول لي الشركه والبياع. انا اعرف اقيس الشركه، اعرف اقيس الثقه ازاي؟ بص، هي حاجتين بساط: البياع لازم يكون خبره وامانه. المقصود من الخبره هنا الخبره الفنيه، عارف كل تفاصيل الدواء. والله يقول له خلي بالك البروتين بامب خدها قبل الاكل بفطار بنص ساعه، لا الحبايه دي خدها بعد الاكل، لا دي خدها على معده فاضيه. لا، فهي هنا الخبره مهمه جدا والامانه. لان خبره بدون امانه مشكله كبيره. لان ودي بنلاقيها بتبقى واضحه اكتر في دكاتره الجراحه. بتلاقي اصلا رحت للدكتور جراح والحاله مش مستدعيه اصلا ان هو يعمل عمليه، هوب يلا نعمل عمليه ويعمل عمليه وياخد فلوس. او ان انت اصلا موجود في الصيدليه وانت عندك خبره بس ما عندكش امانه، فتلبسه منتج ب 1000 ريال مثلا. فهنا الخبره بدون امانه مشكله، والامانه بدون خبره برضه مشكله. لانك لو انت امين بس انت ما عندكش خبره طبيه او ما عندكش خبره بالمجال اللي انت شغال فيه، فبرضه مش ممكن تديله حاجه مالهاش لازمه تلبسه. فخبره بدون امانه مشكله، امانه بدون خبره مشكله. عشان تبقى انت بياع كويس لازم تبقى انت خبره مع امانه. بالنسبه للشركه، نيجي بقى على الشركه لازم تبقى القدره والمصداقيه. يعني ايه يا عم الكلام ده؟ يعني الشركه دي فعلا قادره ان هي تحل المشكله. المنتج اللي انا هاخده ده، لا عندي حموضه، الحموضه هتروح لما اخده ولا لا؟ طب بالنسبه للمصداقيه، هل الكلام اللي مكتوب على العبوه مظبوط؟ يعني في بعض المنتجات يقول لك ازاله حب الشباب 6 ساعات، هل لما انا احط الباتش في خلال 6 ساعات الحب واثارها هتروح ولا لا؟ فديت حاجه مهمه جدا. خلاص الكلام ده حتى اللي انت لازم كبياع تفهمها، ان حتى لو المنتج كويس ولو الشركه كدابه العميل مش هيشتري. لان هو اصلا ما عندوش ثقه في الشركه. فلازم تكون الشركه اللي انت بتعرضها له لازم تكون بالنسبه للعميل في مصداقيه وفي قدره. ودي بقى موضوع تاني بنتكلم عنه ان شاء الله. انا ما رفضتش البيع، انا بس رفضت ان ابقى نسخة من اللي الناس بتخاف تتعامل معاه. واللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تكسب ثقة العميل، وازاي تبقى بيعك محترم وصريح وقوي. البيع مش تمثيل، البيع موقف حقيقي لازم تكون فيه صادق وواثق. لو عجبك المحتوى اعمل فولو عشان تتابع بقية السلسلة.